تالت سر معانا هنا من الأسرار الكسل والضعف، الكيمياء الخفية. هرمون السيروتونين اللي جوه جسمك هو ناقل عصبي بيستقر بالمزاج، وأي ضعف فيه بيؤدي إلى كسل وإحباط. فهنا هرمون السيروتونين بيعتبر المود ستابيليزر، مثبت للمزاج. فطبعا مزاجك جاي من عاداتك، فأي تغيير في عاداتك بالتالي هيتغير مزاجك، فبالتالي هرمون السيروتونين هيقل، فبالتالي هيجيلك ضعف وكسل. تاني حاجة هنا في الكيمياء الخفية هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الضغط العصبي، وان ارتفاعه لفترة طويلة ده بيسرق طاقتك، بمعنى ان كل ما هرمون الكورتيزول ارتفع طاقتك قلت، فهو بيعتبر ستريس هرمون، هرمون التوتر. تالت حاجة معايا هنا في الكيمياء الخفية الميتوكوندريا، وهي تعتبر مصانع الطاقة داخل الخلايا بتاعتك في جسمك، وأي ضعف فيها بسبب قلة الحركة والأكل السيء، مخك وجسمك هيبتدي يترجم دوت على إنه خمول وكسل. فالميتوكوندريا بتعتبر الباور هاوس اوف ذا كيل، بطارية الخلية. رابع سر معانا هنا من أسرار الكسل والضعف، فقدان العناصر اللي الموجودة جواك اللي ربنا خلقها. مثلا الحديد المسؤول عن نقل الأكسجين، فبالتالي أي نقص في الحديد يؤدي إلى كسل وضعف. الغدة الدرقية المسؤولة عن التنظيم الغذائي، والمسؤولة عن هي المنظمة للطاقة، وأي خلل في الغدة الدرقية يؤدي إلى بطء وكسل. مثلا الفيتامين اللي هي بتؤثر على الطاقة والمزاج، وأي نقص في الفيتامينات هيؤدي إلى كسل وضعف الجسم.